ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا حبايب قلب حماده؟ عاملين ايه يا عسل يا احلى مشاهدين في الدنيا؟ ايه رايكم؟ انا السرير كان في الوش، والوش بتاع السرير كان عند الشباك. لقيت الاوضه ضيقه ومش حلوه خالص، وقلت اوسعها بقى واحط الحاجه ورا السرير تاني. كرتونه اللي هي فيها البساطين والحاجه. شفت الحاجه؟ شفت الكركبه بتاعتي كانت تحت السرير كلها ده كله طالع من تحت السرير. شفت بقى السرير عملته ازاي يا حبايب قلبي؟ اعمل ايه؟ مش طايقه الاوضه وانا قلبها كده، بنام بيجيلي كوابيس بالليل، وانا نايمه النومه اللي هي بتاعت الناس اللي هم بيبقوا ميتين قبل ما يغسلوهم. والله العظيم كانت بتجيلي كوابيس، لا بجد يعني. قلت لا، هرجع السرير تاني زي ما كان. وكده الاوضه اصلا كده الاوضه وسعت، بقت جميله كده حلو. لا مش عارفه اعملها خالص ولا عدت نجلاها خالص كده. هي كده بقالها سنين وهديناها على كده. فرشنا سريرها اهوت ومساحتها وخلصتها وحاطط فيها كل حاجه، والحمد لله وخلصت الاوضه وعلى خير. ايه رايكم بقى في الاوضه يا حبايبي؟ كده حلو. كده يلا. عملتها وخلاص، هعمل ايه؟ ما انا مش عارفه اخد راحتي. شوفوا بقى المفاجاه اللي انا هعملها لكم النهارده. جبنا حبه كتاكيت غنطوطه كده، نفسي اعملهم من زمان كده. شفت الكتكوت عسل. ايه رايكم؟ قلت ايه ما اوريهم لكم، لسه جايباهم امبارح الصبح. وربنا يبارك لي فيهم ويطلعوا كده فراح كده ناكلهم بدل ما نشتري. عملت لهم سلكه وحطيتهم في اوضتي. عشان كده نقلت السرير، عشان الحاج مش كان عارف ينام في الاوضه بتاعته. كانوا عاملين ريحه والاوضه كانت نار، ولازم ادفيهم واحط لهم لنده كده. فشوفوا الكتاكيت ان شاء الله، وكل ما يكبروا حبه هوريكم وهقول لكم. ادي احنا خلصنا. هو مش تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامه يا حبايبي.